صباح الخير على عيونكم الحلوة. النهاردة عندنا فيديو حلو قوي قوي قوي. عايزة اقول لكم انتوا وحشتوني قوي 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 من الفيديو اللي فات. وطبعا انا زي ما انتوا شايفين انا لسه صاحية من النوم. تمام، ما عملتش اني انا اتوضيت وصليت وبس. عايزة بقى اقولك لو اول مرة تشوفيني متنسيش تدعميني باللايك والشير والاشتراك في القناة. ويلا بقى نبدأ الفيديو. فيديو حلو قوي وحماسي جدا، واليوم كله مقضينه مع بعض. بحبكم قوي قوي قوي. شايفين اللخبطة دي كلها هنشيلها دلوقتي مع بعض. بس اهم حاجه نعمل مع بعض النسكافيه الاول علشان نفوق. انا طبعا يا جماعه اول حاجه بحب اعمل ليه بحب اعمل النسكافيه الاول علشان يزن بفطره، وانا ببقى ليه علاج يعني وكده باخده، فلازم بقعد ساعه فاهميني. فاول حاجه بحب اشربها اللي هي مشروب علشان يعني العلاج يعمل مفعول وكده. النسكافيه عادي جدا طبعا عشان انتوا عارفين ان احنا مقاطعين. فانا ده نسكافيه من اسمها ايه دي يا جماعه، من المطحن بتاع البن، عادي جدا وحلو على فكره. ان شاء الله لما بنجيبه بقى مكانه قهوه كده ونظبطه حالنا. كان بودي اعمل فوم، مع ان انا عامله والله العظيم فوم مش هيلاقي في التلاجة. اللي هيتابع الفيديوهات بتاعتي القديمه هيلاقي ان انا عامله فوم مش هيلاقي في التلاجة. احلى كوبايه نسكافيه في الدنيا بجد. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه الفيديو بتاعنا هو 10 دقايق زي ما مكتوب او 12 دقيقه بالكتير، بس طبعا انا قعدت في الفيديو دوت اليوم كله. فيا ريت بقى تدعموني باللايك واشتراك في القناه لو عجبكم الفيديو يعني. المهم انا دلوقتي جيت مسكت كل المواعين بتاعت بقيه العشاء، يعني كوبايه شويه كوبايات على بتاعه الفطار كده. عايزه اقول لكم بقى اصلا أنا نسيت نفسي، انا يعني الحمد لله فطرت يزن وكده، لكن انا اصلا نسيت نفسي في الفطار والله. يعني انا نسيت، انا بعد جايه اتغدى قلت تصدقوا ان انا اصلا نسيت افطر والله زي ما بكلمكم كده. بجد بجد لما ببقى قاعده لوحدي مش عارفه بحس اني ماليش نفس، مش عارفه ليه يعني. الحمد لله احسن، اصلا نفسي تتسد اساسا علشان انا قلبست قوي. ما علينا، دلوقتي انا خلصت كده كل المواعين زي ما انتم شايفين، وكمان سبتها تتصفى. انا بسيبها تتصفى كده على الحوض لحد ما اخلص، يعني لحد ما تتصفى كويس، وببدا احطها في الدواليب بقى بتاعت المطبخ. قلت بقى اعمل كيك كده حلو اهو يفتح نفسنا شويه يعني. في العشاء بنحتاج ناكل حاجه حلوه مع كوبايه الشاي بلبن، وانتوا عارفين طبعا الشاي بلبن ده انا ليا كوبايه شاي بلبن وكوبايه نسكافيه في اليوم، ما اقدرش استغنى عنهم بجد، دول اكتر حاجه انا لازم اخدهم. فبالليل او في الفطار ممكن ناخد حاجه حلوه زي الكيك ده. ديت كوبايه الكيك دي بقى يا جماعه كوبايه من الميه المغليه عليها معلقتين صغيرين من النسكافيه او معلقه كبيره يعني. حطيت كوبايه ونص من الدقيق، ونص كوبايه وكوبايه من السكر، وربع كوبايه من الكاكاو، وقلبتهم كويس مع بعض، ومعلقه من البيكنج صودا ورشه من الملح. قلبتهم كويس مع بعض، وبعدين نزلت كوبايه الميه المغليه بالنسكافيه دي، وحطيت معاهم معلقه خل وفانيليا، تمام، وتلت كوبايه من الزيت، وقلب قلب قلب كل دوت مع بعضه. وهنزل بقى في الطاسه التيفال ديت، دهناها دهنه زيت كويس قوي، ونزلت عليها بالخليط على اقل درجه حراره عندك. وانا كمان حطيت اللي هي الشياطه، وكمان حطيت بتاع من التانية، فهي بس عايزه شياطه فقط لا غير. تمام، هتقعد ساعه الا ربع بالظبط معاكم انتوا، 25 دقيقه بالظبط، واختبروها خلة سنين بأي حاجة يعني. هتدخلوا الخلة هتطلعوها ما فيهاش أي حاجة يعني أي خليط. ماشي، بعد ما خلصت يعني سواها، أنا بشيل بقى الغطا من عليها، أهم حاجة يا جماعة عشان ما تعجنش. وبعدين كان عندي نص كوباية لبن، بدأت يعني أخرمها كده، وحطيت نص كوباية اللبن، تمام، عشان تبقى طرية كده وجوسي بجد حلوة قوي. نعمل بقى مع بعض الصوص القمر ده. 3 معالق من الكاكاو الخام الغير محلى، ونص كوباية من السكر، نص كوباية من اللبن، ونص كوباية بننزل بسبسوب الزيت ده، أيوة نص كوباية بننزل بسبسوب. وأخدت باكو بسكوت سادة، عطى القوام ودى القوام بتاع الصوص ده في حتة تانية خالص بجد. يعني بصوا تقيل وطعمه خطير بجد بجد، الصوص بتاعه فعلا فعلا حلو يستاهل. تمام، انا بدأت بقى احطه كده عليه. طبعا لو كان فيه كريم جانتيه كنا ممكن نحطه برضو، وبعد كده نحط الصوص عليه كان هيبقى خطير. هنا بقى عملتها كده زي ما انتم شايفين شكلها روعة.
عارفين الكيك اللي هو تورتة الفادج كيك اللي هي مليانة شوكولاتة الغنية؟ هو ده. أهم حاجة يا جماعة نوع الكاكاو يكون كويس. أنا بستخدم كاكاو دريم الخام اللي من غير محلى. تمام. بعدين بقى جيت بقى قلت بقى ايه ارتب الدنيا دي كده شويه، امسح رخامتي اظبط دنيتي، عشان انا لما اجي اعمل الغدا يعني ابقى رايقه كده وفايقه، فاهميني؟ ما بحبش ابقى واقفه في دنيا دوشه يعني. قررت بقى ان انا انضف كده الدنيا حواليا، اخلي الرخامه رايقه كده شويه حواليا. وطبعا كل ده اتباظ تاني اساسا بعد لما خلصت زي ما انتم شايفين بقى كل حاجه مسكت يعني الخلاط. انا اصلا يا جماعه اصلا الرخامه بتاعتي صغيره، وكمان المطبخ بتاعي صغير قوي يعني، فانا واقفه فيه بالعافيه وبصور فيه بالعافيه. فادعولي كده ربنا يكرمني ويوسع عليا كده يعني يا رب اتمنى من الله. عايزه اقول لكم بقى اني مسكت كده الرخامه نضفتها كويس. انا نفسي يا جماعه في مطبخ احلامي بجد، يعني انا مطبخ احلامي غير ده، غير اللي أنا واقفه فيه ده خالص. يعني ان شاء الله ربنا يديني المطبخ اللي انا نفسي فيه يعني. انا نفسي المطبخ بتاعي يا جماعه يكون مطبخ واسع كده وكبير، وكله ابيض في ابيض، كل حاجه لونها فيه، كل حاجه فيه يبقى لونها ابيض. ماشي. والاجهزه كل لونها اسود كلها. ماشي و... يعني يبقى كبير وفيه رخامه كبيره، والاجهزه بقى كده مايكرويف ويعني وفرن زي ما بنشوفه كده يا جماعه في الفيديوهات الحلوه دي، فاهمين انتوا؟ وعايزه بقى نفسي اعمل بقى كوفي كورنر، ونفسي اعمل حاجات حلوه قوي بجد والله. ادعوا لي يا جماعه بجد عشان نفسي اعمل الحاجات ديت قوي. المهم جيت بقى هنا بقى مسكت البوتاجاز بتاعي. بجد البوتاجاز يا جماعه كان واصل لحاله الانهيار، كان حبه كده وهيطلع يقول لي انت كذا 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 ويشتمني يعني. فانا بقى مسكت ال بتاع اللي انا وريته لكم دوت الباور بتاع ماي واي. عايزه اقول لكم يا جماعه هو في فرق. انا كان عندي واحد تاني كنت اول ما احط كده كانت الدهون تسيح، ده ما كان ممنوع اصلا يتحط على البوتاجاز. لكن دوت عادي انا حطيته على البوتاجاز عادي جدا. طبعا زي ما انتوا شفتوا الفوط انا كنت رصاها ازاي في الاول علشان خاطر ما ينزلش على البوتاجاز تحت، بس انا عملت بيه الحوامل بتاعه البوتاجاز. تمام. بس بقيت بعملها وهو خايفه الصراحه انضف الحوامل، بس ايه، مش زي الباور القوي يعني، دوت نفع معايا للبوتاجاز. انما الباور القوي يا جماعه انا الصراحه في اي تنظيفه عيد انا لازم يبقى عندي. بمسك بقى الحيطان بتاعه المطبخ دي ارشها كلها باور، واي حاجه فيها دهون برشها. بجد بيدي نظافه غير طبيعيه. بصوا انا هنا كنت رشيت حبه، بصوا طلع ايه، طلع طينه بجد من البوتاجاز. يعني بجد البوتاجاز بجد لا، انا نضفته تنظيفه المره دي فظيعه يعني من فوق لتحت، حتى بتوع اللي هم المفاتيح بتاعته بتاعت النار دي برضو مسكتها نضفت كل حاجه فيه. ما خليتش حاجه غير لما خليتها فله كده في قلب البوتاجاز. طبعا يا جماعه احنا مش هنعمل بالمواد دي كل يوم يعني، الباور ده فيه مواد كيماويه، فاحنا مش هنعمل بيه كل يوم. لا احنا هنعمل بيه مثلا كل شهرين مثلا مره، او كل شهر مره. تمام. يعني ايه كل ما نحس ان احنا اتاخرنا على بوتاجازنا ما عملناهوش بقالنا فتره، او عملناه كده على يعني من فوق الوش كده، يعني لما يبقى واصل لمرحله الانهيار فاهميني، فنعملوه. لكن طول ما الواحد ايده في البوتاجاز وكده خلاص هو مش محتاج الباور ده اصلا اساسا يعني. الورق ده بقى يا جماعه اللي انا حطاه على البوتاجاز بجد دوت حميهولي مليون في المية. والله بجد يعني انا البوتاجاز عندي، بصوا انا شلت الورق، بصوا هو ده شكل البوتاجاز لما الورق اتشال. وبرده مسكته وعملته غسلته وبرده نشفته. لا بجد بيحميهولي بطريقه فظيعه يعني. هاتوا يا جماعه الورق دوت للبوتاجاز بتاعكم علشان يفضل حلو كده زي البوتاجاز بتاعي. الله على الجمال وبجد يعني انا عملت مجهود فظيع يعني النهارده. انا من النوع اللي انا ما بحبش اعمل كل حاجه مره واحده يعني. لو عملت النهارده غدا تقيل ما بحبش ان امد ايدي حاجه في الشقه، بس غصب عن الواحد بيعمل حاجات في الشقه فاهميني. فانا البوتاجاز قلت لا انا هعمل النهارده غدا كويس، وكمان همسك البوتاجاز ده خليه حلو. بس الغدا الحمد لله بتاعي كان بسيط يعني. انا عملت كرنبيت. انا مش بحبه يعني، مش بحبه اللي هو ماليش تقل عليه قوي يعني فاهميني.
ولكن بيهف عليا كده. يعني انا اكلته في السنه دي اهوت، هاكله مره واحده بس، مش يعني في السنه مره واحده، فاهميني؟ بلس بقى ان انا ما بحبهوش يعني الواحده بوحدتها كده، لا انا بحب اهرسه، يبقى قرص كده زي اكني اكني بتاكلي فلافل يعني. فانا عملته بالطريقه ديت. انا حطيت كزبره طبعا خضرا هي، مغسوله كويس ومتنشفه، حطيت عليها معلقتين من الدقيق، وعليها معلقه كبيره توم، على فلفل اخضر، على كمون، على ملح، وطبعا ده كله مضروب في البتاع ده، في الهون. اخدت معلقه كبيره قوي وبس، وبدات وضربت وعملت بيضتين عليهم ملح وفلفل اسمر، وده كله 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 كده ايه مع بعضه. وبعدين جبت الكرنبيت، شلت العروق بتاعته بصراحه، واخدت بس الوردات اللي فوق ديت. زي ما انتوا شايفين حاولت ان انا ايه افتفتها كده بس. وبسخن الزيت جامد، وبعد كده باجي نازله بقى ايه بقرص الكرنبيت. الكميه دي عملت لي قرصين حلوين قوي يعني. وكان عندي سمك، قلت بقى ايه حشيته يعني وعملته كده كده انا ويازن بس اللي هناكله الاكل دوت، فالحمد لله. وكمان عملت جنبهم سلطه بس ما اتصورتش. والحمد لله يا جماعه اكلنا احلى اكل والله العظيم، يعني الحمد لله دي نعمه من عند الله. الحمد لله كان الاكل كان تحفه تحفه تحفه. انا اول مره في حياتي اعمل الكرنبيت زي ما قلت لكم، فاول قرص دوت ما كانش مظبوط معايا، لكن تاني واحد اتظبط معايا، بس برضو ايه اتلسع شويه، بس كان الطعم خطير خطير خطير. هنا بقى حطيت السمك بتاعي الامور الحلو ده وقليته. بس يا جماعة وصلنا لنهاية الفيديو. ده كان الأكل بتاعنا النهاردة، وده كان يومنا النهاردة. ما تنسوش بقى تقولوا لي أعمل إيه الفيديوهات الأيام الجاية، عشان أنا بجد بجد بحتار قوي. فعايزاكم تدوني آرائكم كده وتقولوا لي أعمل إيه وما أعملش إيه، وإيه الصح وإيه الغلط. عايزاكم يا جماعة كده تتشاركوا معايا لو عجبكم الفيديو. لو يعني عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك وتكتبوا لي كومنتات حلو كتير قوي تحت. دمتم سالمين ودمتم بألف خير.